أهلا ومرحبا بكم في استكشاف جديد. اليوم قصتنا فعلا استثنائية بكل معنى الكلمة، وجاية من الجزائر. المصدر الأساسي اللي اعتمدنا عليه هو مقطع فيديو منتشر على يوتيوب بيحكي تفاصيل مغامرة صعبة التصديق. بنتكلم عن 7 أطفال بالكاد دخلوا سن المراهقة، قاموا بسرقة قارب صيد، ومش أي قارب، لا، قارب بمحرك قوي جدا، 85 حصان. الفيديو بيقول إنه قيمته حوالي نصف مليار سنتيم جزائري، مبلغ ضخم طبعا. سرقوه من شاطئ في العاصمة تمنفوس تحديدا. طيب هدفهم كان إيه؟ الوصول لإسبانيا. يا إلهي، أطفال بهذا العمر لإسبانيا؟ بالضبط. سلاحهم الوحيد كان هواتفهم الذكية وتطبيق ملاحة مجاني تماما. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرحلة هذه محفوفة بالمخاطر طبعا. خلينا نتعمق شوي التفاصيل ونشوف شو بتكشف لنا هذه القصة. طيب البداية وين كانت؟ كانت في حي البرج البحري في العاصمة الجزائرية. هناك بين هالأطفال ال7 ولدت الفكرة الجريئة دي، الإبحار نحو الفردوس الأوروبي زي ما بيتخيلوه يمكن. الغريب والمثير للدهشة إنه ما عندهم أي خبرة بحرية، صفر، ولا أي شيء، لا خرائط، لا بوصلة، ولا شيء، فقط هواتفهم الذكية دي وتطبيق ملاحة، تطبيق عادي ومجاني. قرروا يعتمدوا عليه بشكل كامل عشان يعبروا مئات الكيلومترات في البحر المتوسط. وهنا بصراحة أول نقطة توقف عندها. هذا الاعتماد الكلي على تطبيق مجاني، في مهمة خطيرة زي دي، هل هو ثقة عمياء بالتكنولوجيا عند الجيل هذا؟ أو ممكن يكون تعبير عن يأس بيخليهم يتشبثوا بأي شيء، أي أداة مهما كانت تبدو غير مناسبة؟ تحليل مثير للاهتمام فعلا. التطبيق ده ما كان مجرد أداة مساعدة بالنسبة لهم، لا، هو كان في تصورهم قارب النجاة الوحيد فعلا. والمصدر بيوصف كيف تسللوا للشاطئ بالليل، استغلوا انه ما كان في حراسة، او هم هيك فكروا، وقدروا يشغلوا المحرك القوي وانطلقوا بسرعة للمجهول. صورة سريالية تماما. أطفال بيقودوا قارب المفروض يقودوا بحارة محترفين، رايحين لوين؟ لأفق بحري غامض ومظلم. رحلتهم بحسب التقديرات امتدت لأكثر من 200 كيلومتر في عرض البحر. كانوا لوحدهم يواجهون الأمواج وظلام الليل الدامس، ومؤونتهم كانت بسيطة جدا. لكن الشيء المدهش واللي بيضيف بعد ثاني للقصة هو أنهم كانوا بيوثقوا الرحلة طول الوقت. يوثقوها؟ كيف يعني؟ بهواتفهم. كانوا ياخذوا صور، فيديوهات، كأنهم أبطال فيلم مغامرات عاوزين يشاركوه مع العالم. هذا التوثيق الفوري والنشر اللي حصل بعدين دي نقطة تستدعي التفكير فعلا. كأن التجربة نفسها مش كفاية، لا، لازم نسجلها ونبثها حتى وهم في قلب الخطر الحقيقي. في دافع لتقديم أداء معين لعرض المغامرة دي على مسرح السوشيال ميديا. صحيح. هذا بيطرح أسئلة حول كيف الجيل هذا يدرك الخطر مقارنة برغبته في الظهور والاعتراف. وأكيد الرحلة ما كانت سهلة أبدا، كان فيها لحظات رعب حقيقية. المصدر بيحكي بناء على اللي نشروه الأولاد نفسهم بعدين إن البحر اضطرب جدا في فترة من الفترات. القارب كان تقريبا حينقلب بيهم. يا ساتر. تمسكوا فيه بكل قوتهم. بعضهم كان بيبكي بصمت، وبعضهم كان بيحاول يتظاهر بالشجاعة ويرفع معنويات الباقيين. موقف صعب تخيله لأطفال بهذا العمر، مواجهة مباشرة مع احتمالية الموت غرقاً. لكن بعد ساعات طويلة من التوتر والخوف ده، ومع طلوع الفجر، حصل اللي كانوا بيحلموا بيه. شافوا من بعيد أضواء جزيرة إبيضا الإسبانية المشهورة. إبيزا؟ وصلوا فعلاً؟ وصلوا وانفجروا من الفرح والصراخ. دموع طبعاً، دموع ارتياح وخوف وفرحة كله مع بعض. وزي ما قلنا، أول شيء عملوه تقريباً مسكوا موبايلاتهم تاني عشان يصوروا لحظة الوصول وينشروها فوراً على السوشيال ميديا. يا الله. يعلنوا نجاح مغامرتهم الكبرى. هذا اللحظة بالذات، لحظة النشر الفوري دي بعد النجاة من خطر محد، بتلخص كثير أشياء. في احتفاء بالوصول أكيد، لكنه احتفاء رقمي فوري وموجه للخارج. المفارقة هنا صارخة بين الخطر الوجودي اللي كانوا فيه من دقائق قليلة وبين الرغبة دي في مشاركة الانتصار على منصات تبدو بعيدة كل البعد عن واقع الموج وظلمة الليل. تماماً. كأن التجربة ما بتكتمل إلا بنشرها، بالحصول على اللايكات والتعليقات. شيء غريب. طبعاً. أول ما وصلوا، السلطات الإسبانية تدخلت فوراً،
وبما إنهم قُصّر يعني تحت السن القانوني، تم التعامل معهم حسب القوانين الأوروبية ونقلوهم لمراكز إيواء خاصة بالقُصّة الغير المصحوبين وقدموا لهم الرعاية اللازمة طبية ونفسية. هذا هو الإجراء المتبع عادة. لكن في الجزائر القصة دي عملت ضجة كبيرة جدا وجدل واسع. أتخيل. الآراء انقسمت بشكل حاد. فريق شاف إنهم مجرد مراهقين متهورين عملوا فعلة جنونية كادت تقتلهم، مغامرة عبثية ما تستحق أي تعاطف أو إشادة، بل بالعكس تستدعي المساءلة. وهذا رأي مفهوم طبعاً بالنظر لحجم المخاطرة. صحيح. لكن كان في فريق تاني رأيه مختلف، شافوا في فعلتهم دي شيء أعمق من مجرد طيش مراهقين. اعتبروها صرخة يأس، انعكاس لأزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ممكن تدفع حتى الأطفال الصغار للمخاطرة بحياتهم بهذا الشكل. نعم، هذا الجانب أثير بقوة. اللوم عن البطالة، التهميش، الشعور بانسداد الأفق، الإحساس بأنه ما في مستقبل، وهذا ممكن يدفع أي شخص أنه يبحث عن أي مخرج مهما كان خطير. وفي وسط كل هالجدل كان في طرف آخر متضرر بشكل مباشر، صاحب القارب. صحيح، القارب المسروق. الرجل المكلوم اللي خسر استثمار كبير، زي ما ذكرنا 500,000,000 سنتيم، مبلغ مش بسيط أبداً. بالتأكيد خسارة فادحة. المصدر بيقول إنه طالب بحقه طبعاً باستعادة قاربه أو التعويض، وهذا حقه الطبيعي. لكن في نفس الوقت وفي لفتة إنسانية بصراحة أبدى تفهم لوضع الأولاد وطلب الصفح عنهم. موقف نبيل منه بالرغم من خسارته. وهذه الحادثة زي ما المصدر بيوضح ما بنقدر نفصلها عن سياق أوسع. هون بيبرز مصطلح الحرقة، التعبير المشهور في شمال إفريقيا عن الهجرة غير الشرعية اللي غالباً بتكون خطيرة جداً عبر البحر. صحيح، الحرقة موضوع مؤلم ومعقد. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل إحنا أمام شكل جديد من الحرقة؟ شكل بيعتمد على جرأة غير مسبوقة وتوظيف بدائي جداً للتكنولوجيا؟ والأهم من كده، هل القصة دي تعتبر ناقوس خطر حقيقي؟ تحذير عن وضع جيل بأكمله؟ المصدر يلمح بقوة إنه المشاكل الاجتماعية العميقة زي البطالة والتهميش وغياب الفرص ممكن تكون هي المحرك الأساسي وراء مغامرات يائسة زي دي. فعلاً، القصة تحولت لحديث الشارع ومنصات التواصل الاجتماعي لفترة طويلة في الجزائر وخارجها. قصة أطفال تحدوا البحر، تحدوا الحدود، وحتى تحدوا المنطق السائد. طيب شو المغزى من كل هذا؟ يبدو إنها قصة متعددة الأوجه. هي أكيد مرآة لمشاكل حقيقية بيعاني منها جزء من الشباب، لكنها كمان فيها ملامح حكاية عن جرأة ممكن نوصفها بالطيش، وفي نفس الوقت عن إيمان غريب بإمكانية تحقيق المستحيل ضد كل الصعاب. إذن لو حبينا نلخص اللي استعرضناه، رحلة 7 أطفال جزائريين مذهلة وخطيرة جدا لإسبانيا بقارب مسروق، اعتمادهم شبه الكامل على تطبيق ملاحة مجاني كمرشد وحيد في البحر المفتوح. نقطة لا يمكن تجاوزها، وردود الفعل المنقسمة بشدة اللي أثارتها قصتهم في الجزائر وخارجها، وكيف أصبحت هذه المغامرة الفردية في نظر كثيرين رمز لقضايا أوسع، قضايا بتتعلق بالشباب، الهجرة، البحث عن فرص، وربما اليأس كمان. ومن المهم نقول كمان إن المصدر ما بيوضحش بشكل قاطع شو صار مع الأطفال في النهاية وقت نشر الفيديو طبعاً. يعني هل رجعوا للجزائر أو بقوا في إسبانيا ضمن إجراءات الرعاية؟ المصير النهائي ما كان واضح. صحيح، نقطة مهمة. لكن القضية نفسها تركت أثر لا يمحى. الأكيد إن الحادثة دي أصبحت رمز قوي، ربما رمز الجيل بيرى في البحر المتوسط مش مجرد فاصل جغرافي، لا، ممكن يكون ممر، جسر محتمل لمستقبل مختلف. جيل بيختزل كل آماله ومخاوفه في بوصلة رقمية على شاشة موبايل. تماماً، وهذا بيتركنا مع سؤال أخير ممكن نفكر فيه كلنا. إلى أي مدى يمكن لتطبيق بسيط ومتاح للكل على هاتف ذكي إنه يعيد تشكيل مفاهيم المخاطرة والأمل عن جيل بيواجه تحديات كبيرة وآفاق ممكن تبدو محدودة أو مسدودة؟ سؤال عميق فعلاً. وشو ممكن تكشف لنا قصص إنسانية زي دي في أقصى تجلياتها عن العلاقة المعقدة بين التكنولوجيا اللي صارت في متناول إيدينا كلنا وبين الرغبة الإنسانية العميقة في البحث عن حياة أفضل حتى لو كان الطريق محفوف بالمخاطر؟
ما كناش حابين نحضروا، ما كانوا حابين يجوا، كنا هنا نقولوا لهم ماناش حابين نروحوا منا. هيا عمرنا ليسونس خاوتي، كنا نعمروا غير بالموطو 30 لتر بالنوريسه تاع بابا. ديك بابا سرقت له النوريسه. راكم شايفين خاوتي، والحمد لله اللي صرنا بخير، الحمد لله دعوي والحمد لله. انا حطونا انا وهدايا وحطونا كيما رحنا 7 عباد، وجماعة واحد خوتي يقول لكم سكروا فلوكا، ما كريناها ما والو خويا، فلوكا سرقناها في الليل منا ديمارينا فيها. او اخو احنا تحتمت ديمارينا خاوتي، تحتمت احنا وكان جات مليحه في البلاد ما نديماروش احنا اخو، احنا ما نزيدوش عليها. شايف؟ المعلومات كان معانا نكسيد بصراحه. هو لا ماشي فرحانين سرقنا الناس خو، انت ما تقدرش دير، انت امنيه تاعك تحرق ما تقدرش تروح يا اخو. طريق يا اخو لابوصول و لابليكاسيون تاع التليفون يا اخو ديمارينا بهم الحمد لله، لابليكاسيون هذيك مليحه عاونتنا بزاف. صحيت خويا ربي يحفظك. درنا 9 سوايع في الطريق خو الحمد لله خو. خوتي هذه هي تقدر تقول مليحه الحمد لله. خلينا منه الناس تهدر خو، الرسول يهدروا فيه يا خو، ما تقدرش كيفاش انت بنادم نورمال ما يهدروش فيك. راك شايف كاع خلينا لهم هكا، قنطناهم خو، البلاد كاع تقنطط كيفاش مساغر يروحوا حنا ما نروحوا. وكاين اللي فرحوا لنا الحمد لله خويا، اللي فرحوا لنا قولي لهم ما ان شاء الله تجوا، واللي ما فرحوا لناش ان شاء الله مع الوقت قولوا مازال تشوفوا ما اكثر خويا. الصبر وبرك يشوفوا ما اكثر. هاو الحمد لله احنا رجاله احنا كي ديمارينا قلنا نكملوا فيها. كنا في وسط البحر طاح الموتور اون بان، واحد ماروندا، قلنا اللي يحب يوليهم، اللي يحب يولي الجزائر يعوم في وسط البحر، كنا نقولوا هكا اخو. واحدنا يقدر، واحدنا كان يولي، واحدنا حب يولي خو. ليسونس يا خو عمرنا ليسونس خو باك شحال 450 لتر، وبقاتنا 100 لتر في إبيزا، بقاتنا 100 لتر 120 لتر بقاتنا بطية وبيدو الحمد لله خو الحمد لله. اخويا ربي يحفظ. سالنا على داركم، اذا فرحوا على داركم سالنا على داركم وقول لهم ديديكاس ليكم، وان شاء الله جميع واحد حاب يطلع الغربه يطلع وتكتب له ان شاء الله خو. وشنو باش تطلع لازم تكون انسان راجل خو، والله الحمد لله. سيزير وروى حمزه عمر سنه خلاص يروى قسيم بالله سيريو خوتي صحيته بالدار خوتي. هذا خوتي طحنا اون بان اقسم بالله، خوتي طحنا اون بان. خلينا نهضر خوتي، طحنا اون بان اقسم بالله. هاوليك خوتي يعرف انتيك منا عبقري هذا السيد خوتي، بلاستو ماشي في الجي هذا، ما كتبتلوش معاك هذه تجيلي خوتي، ما كتبتلوش مع الكبار منا الحمد لله. وديمارا معانا وديديكاس، وجميع واحد ما حملوش كي الحق قول له مع زيد تشوف، قول له مع الوقت تزيد تشوف، مع الوقت تزيد تشوف. ما فيونيكس لابليكاسيون هذيك اللي وصلتنا اخو، تقول لك توري لك شحال بقى لك من دنا للجزائر، توري لك شحال بقى لك لاسبانيا وشحال راك ماشي من كيلو خوتي. والحمد لله اللي جمعنا خونا السيزيرو هذايا انسان زعيم وزندار. وراك تعرف سوقنا كاع خو، حنايا كاع ولاد البحر وكاع نسوقو الحمد لله. ديديكاس ليكم ديزات خويا، كنت غالط شوف فيها درتك انت تالق. راك شايف خويا، راك شايف خوتي والحمد لله. لا اختو درنا هادي في هادي، احنا مساغر خو، احنا مساغر لي مينور.